انتصار اكتمل كل شيء في هذا العرس العالمي بعد أن توج الزعيم ثاني على مستوى العالم في هذه البطولة. الآن يتوج ريال مدريد بكأس العالم للأندية، أكثر الأندية تتويجا في دور الأبطال وأكثر الأندية تتويجا بكأس العالم للأندية. ريال مدريد بطولة أخرى كبيرة في سجل المرنجي، واحتفال بعد آخر ولقب بعد آخر. لا يشيخ هذا الريال، لا يكبر هذا الريال، يزداد لمعانا ويزداد جوعا للألقاب ويزداد بريقا مع الوقت ويزداد جماهيرية على مستوى العالم. أنشيلوتي ونجومه يحتفلون بهذه البطولة العالمية، يستدعي بقية الفريق الفني وفرحة كبيرة للمرنجي في هذه الأجواء الاحتفالية الرائعة في الرباط. اكتمل المشهد العالمي، توج ريال مدريد بكأس جديدة عالمية أخرى في تاريخ النادي للمرة الثامنة في تاريخ ريال مدريد. وقبل ذلك توج الهلال بالمركز الثاني في هذه البطولة العالمية، واستمتع الجميع بهذه الأجواء. شكرا لكم سيداتي وسادتي، مبروك لأنصار ريال مدريد في كل مكان، مبروك لهم هذه الكأس وهذه البطولة وهذه الفرحة. وهاردك لجماهير الهلال بطبيعة الحال لنحييها ونشكر فريقها على المستوى البطولي اللي ظهر فيه في هذه المباراة النهائية. وأيضا ندعو الجميع بالنسبة لأنصار الهلال والجماهير السعودية على استقبال الأبطال عندما يأتون إلى المملكة مرفوعي الرأس، وصيف العالم كرقم كبير جدا بعد أن سجل 3 أهداف كاملة في مرمى ريال مدريد في مباراة نهائية. اللقطة الأجمل والأغلى والأروع في هذه الصورة، ريال مدريد بطل العالم مرة أخرى وسنة أخرى، القائد بنزيما أكثر فرنسي تتويجا بالألقاب على مدار يوم في تاريخ كرة القدم الفرنسية. والرباط تحتفل بهذه البطولة العالمية اللي نظمت بطريقة رائعة للغاية. شكرا للمتابعة. الآن عودة للزميل تركي شديد بعد الفاصل.